صباح الفل. الاعتذار ليه اشكال كتير قوي، بس في اشكال او انواع بتبقى مش مقبولة، زي مثلا انا اسف وبيتقال بعدها خلاص بقى، خلاص بقى، يعني اللي هو ما تزهقنيش، انجز، خلاص انا قلت انا اسف وخلاص. النوع التاني اللي هو انا اسف بس علشان كذا 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 كذا، يعني في اعذار، فالاعتذار التاني ده ما بيبقاش مقبول. التالت ان اقولك انا اسف بس انت اللي خلتني اعمل كده، النوع التالت ده مش حلو خالص، يبقى معناها انا ما اعتذرتش وما عملتش حاجه. النوع الرابع بقى ده اللي هو مش اعتذار بس، ده حاجات كتير، اللي هو انا اسف بس بعدها بعلمك الادب علشان ما تخلينيش تاني اعتذر. يا ريت بلاش نستخدم اي اسلوب من الاربعه دول في الاعتذار. نعتذر، نقول احنا اسفين ونحس فعلا بالندم وما نعيدش الموضوع تاني، من غير ما نعيد نفس الموضوع تاني نحاول ان احنا نتجنب الخطأ ده ما نعيدهوش تاني، ومن غير ما نبرر كتير نقول اسفين، وفعلا نوعد اللي قدامنا بان احنا مش هنعمل ده ونشتغل فعلا على كده. صباحكم فل.